يا جماعة، خلونا النهاردة نتكلم في موضوع حساس جدا وكتير من البنات والستات بيعيشوه بشكل يومي. الجملة المشهورة اللي كلنا سمعناها: اعتبري حماتك زي أمك. بس هو مين قال؟ إزاي يعني؟ إزاي واحدة تانية مهما كان قربها أو مكانتها تبقى زي أمي؟ الأم حاجة فريدة، ربنا خلقها واحدة بس. تعبت، سهرت، حرمت نفسها من راحة وأكل ونوم علشانك. الأم اللي ممكن تسيب الدنيا كلها وتضحي بنفسها لمجرد إنك تبقي بخير. الأم اللي مهما كبرتي ومهما تغير شكلك وحياتك هتفضل شايفاكي الطفلة الصغيرة اللي محتاجة حضنها. تيجي واحدة تقولي حماتك مامتك التانية. طب على أي أساس؟ هي كانت فين طول السنين اللي فاتت؟ هي اتحملت عصبيتي وأنا مراهقة؟ هي شالت هم دراستي ومستقبلي؟ هي فرحت لأول ضحكة ليا وأنا صغيرة؟ لأ، دي ببساطة إنسانة جديدة في حياتي، علاقتي بيها اتكونت فجأة بعد جواز. فازاي اديها لقب كبير زي ماما كده من غير رصيد ولا تجربة؟ بعض الناس تقولك يا بنتي دي كلمة وخلاص، قوليها علشان تجاملي وتكسبيها. طب ماشي، بس هنا السؤال: هل المجاملة دي حقيقية ولا نفاق؟ لما أقول كلمة مش طلعالي من قلبي، دي تبقى طيبة مني ولا رياء؟ والأهم، مش كده أنا بخون معنى كلمة ماما اللي المفروض تفضل غالية؟ تعالوا نبص من زاوية تانية. انتي ليه بتقولي لحماتك ماما؟ لو عشان الناس حواليكي بيقولوا كده، يبقى انتي مش ماشية بضميرك، انتي ماشية بضغط المجتمع. لو خايفة من المشاكل، يبقى العلاقة كلها مبنية على خوف مش حب. ولو عشان مجاملة، يبقى الكلمة اتباعت برخص. طب ايه الصح؟ الصح إننا ندي كل واحد مكانته. حماتك ليها احترام، حماتي حاجة تانية. خلينا نتكلم بصراحة كمان. أوقات كتير البنات بيلاقوا نفسهم بيقولوا لحماتهم ماما بس عشان يرضوا جوزهم أو عيلتهم، بس في الواقع مفيش أي مشاعر حقيقية ورا الكلمة. وده مش عيب في البنت نفسها، ده عيب في المجتمع اللي بيجبرنا نمثل ونلبس أنقعة. وخليني أقول لكم حاجة: فيها ستات زين بيلاقوا حماة بجد قلبها كبير، بتحب مرات ابنها وبتخاف عليها وبتعاملها زي بنتها. ممكن ساعتها البنت تلاقي الكلمة طالعة من قلبها، بس دي حالات نادرة جدا، نادرة لدرجة إنها تبقى استثناء مش قاعدة. لكن أغلب العلاقات لأ، فيها مجاملات، فيها شد وجذب، فيها مقارنات مستمرة، فيها أنا ربيته وإنتي خطفتيه، يعني صراع طبيعي بيحصل في كل بيت. فازاي وسط الصراع ده أقول كلمة غالية زي ماما؟ خليني أديكم مثال صغير. لو إنتي اتخانقتي مع جوزك، مين أول واحدة هتقف في وشه علشانك؟ أمك ولا حماتك؟ أكيد أمك. ولو إنتي تعبانة، مين اللي هتسيب الدنيا كلها وتجري عليكي؟ أمك ولا حماتك؟ أكيد أمك. ومفيش فلوس، مين اللي هتستلف وتتبهدل علشانك؟ أمك ولا حماتك؟ أكيد أمك. يبقى إزاي نساوي بينهم؟ أنا مش بقول كرهوا حمواتكم ولا عملوا مشاكل، بالعكس، أنا بقول عملوا الحماة باحترام وقدروا مكانتها كأم لجوزك. لكن ما تضحكوش على نفسكم وتدوا لقب ماما للي ما استحقتهوش. وفي نقطة مهمة كمان: البنات اللي بيقولوا لحماتهم ماما حبيبتي وبيمثلوا إن هم أقرب ناس وهم في الحقيقة جواهم غير كده، دول مش بس بينافقوا، لأ، دول كمان بيقللوا من قيمة أمهم الحقيقية. لأن الأم اللي ربتك وتعبت فيكي تستاهل تكون هي الوحيدة في حياتك اللي تتقالها الكلمة دي. طيب، خلونا نتكلم عن الحل. إزاي نعمل توازن؟ إزاي نحترم الحماة من غير ما نلغي مكانة الأم؟ ببساطة، خلي العلاقة واضحة وصريحة.
قولي لحماتك على طول: حضرتك زي أمي في الاحترام والتقدير، لكن ماما واحدة بس. صدقيني، الكلمة دي هتريحك أكتر من 1000 مجاملة. الأم مفيش زيها ومفيش بديل ليها. ممكن نحب ونحترم ناس كتير حوالينا، بس مكانة الأم مش بتتكرر. فبلاش ندي الكلمة دي ببساطة، وبلاش نخليها وسيلة مجاملة. خليها تفضل غالية زي ما هي. وفي الآخر اسألي نفسك: هو مين قال